أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم صبايا، كيفكن؟ شو اخباركم؟ طمنونا عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير. وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. راح اصور لكم روتيني اليوم بالضيعة. فالاجواء كتير حلوة، يعني حبيت الاجواء فصورت لكم هيك كم لقطة. والفصل طبعا يعني كتير حلو انه بيتغيروا فيه اوراق الشجر وهيك. وطبعا انا مبارحة اجيت يعني على الضيعة انه كنا راح نزرع توم، فقلنا انه نجي قبل بيوم وهيك. وهلأ بالفيديو بتشوفوا معنا. هون باعتبار أنا هي أول سنة بزرع ورد، إنه كل ما بروح وبجي بصورلكن هالوردات، كتير حبيتهم. وريان كمان صار من إمتى عم ينزل من الدرج لحتى وصل لعندي، ولا كتير مبسوط إنه نزل لتحت بده يلعب. وهون أخدت لكم كم لقطة مشان تشوفوا كيف عم نزرع يعني، وهيك الأجواء يعني. طبعا نحن زرعنا كتير يعني، بس إنه بس أخدت لكم هيك على الخفيف، ما حبيت أصور كتير. وهون جيسكا هلأ شافت بطيخة بالأرض كان إنه بزرعتها يعني، أطفتها وجت تفرجيكن. وهلأ بعد ما خلصنا الزرع يعني جينا على البيت، فقلنا إنه نشغل الطوبة باعتبار الجو كتير برد وكان مطر. بعد ما خلصنا نزل مطر سبحان الله. وهلأ بعد ما شغلنا الصوبة قلنا إنه نساوي قهوة إنه جنب الصوبة، كتير طيب وبعد تعب يعني راحة.
رجعنا على البيت لأنه نحن كنا موصين الأبواب، فكنا رح نضل المساء، فإنه الزلمة اتصل إنه قال إنه رح نجي نركب الأبواب، فاضطرينا إنه نجي على البيت، فلهيك رجعنا وقلنا إنه خليه يركب الأبواب. ومثل ما بتعرفوا صاير هلا الجو شوي برودة، يعني البيت بدون أبواب يعني أبدا ما بيصير. هيك هلا خلص تركيب وحدة وعم يركب الباقي. اعطونا رأيكم بالأبواب كيف طلعوا. هلا بعد ما خلص الزلمة يعطيه العافية إنه خلص التركيب كله، فهون اجينا ننظفن كمان وصار البيت كله وسخ يعني. فإنه رح نشيل اللزقات من على الأبواب وننظف البيت. طبعا انه شي اكيد الولاد بينبسطوا باي شي ما كان، يعني اي شي يدخل على البيت جديد بينبسطوا له، فهذا الشي كتير بنبسط منه. ويعني هيك هلا اجوا يساعدوني انه يشيلوا معي اللزقات وهيك، وعم يتعاونوا معنا. وهلا بس نخلص اللزقات وننظف البيت بفرجيكم انه فيديو نهائي للابواب وهيك. فانه لا تدققوا على التصوير كتير لانه جيسيكا عم تصورني، فانه مجبورة فيها. وهلأ طبعا بعد ما خلصنا ما شاء الله شوفوا كيف صار، رح اصورلكم. بس تعبنا كتير كتير يعني لحتى انه وصلت لهالمرحلة. طبعا انه لكل مين انه عم يبارك لنا، وان شاء الله عقبال عندكم بالاحسن يا رب. وطبعا هون هلا هي غرفة النوم، فانه رح اخليها بغير مرة اصورلكم اياها. وصينا عليها من جديد يعني. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم فيديو لليوم، وبنلتقي بفيديوهات جديدة.